بسم الله وعلى بركة الله نبدأ بكرة إن شاء الله أول مواجهات الدوري العام لنادي الزمالك. الزمالك يبدأ الموسم بمواجهة قوية جدا أمام نادي سيراميكا كليوباترا، واحد من الأندية اللي عندها سكواد محترم جدا، واحد من الأندية اللي معاه مدير فني محترم جدا، عنده نتائج هايلة جدا في الدوري، مدرب كويس جدا، بيعرف ازاي يشتغل، بيعرف ازاي يدافع، بيعرف ازاي يهاجم، معاه كمان فريق مساعده بشكل كبير. هتبقى مواجهة صعبة جدا أمام نادي الزمالك اللي مدير فني جديد لأول مرة وصفقات جديدة لأول مرة تنضم. الدنيا ان شاء الله تظبط وباذن الله يبقى بدايه خير للزمالك. ان شاء الله الدوري في النهايه يكون من نصيب الزمالك، والزمالك هينافس على كل البطولات، والاهم الاهم ان احنا نرجع مره اخرى لدوري ابطال افريقيا باذن الله من الموسم القادم باذن الله. تعالوا نشوف تشكيل الزمالك المتوقع لمباراه بكره. تشكيل الزمالك بكره قد يظهر فيه 3 صفقات جديده، بدايه من المهدي سليمان حارس المرمى اللي بنسبه كبيره هيكون هو الحارس، هو او محمد صبحي. اعتقد مهدي سليمان او محمد صبحي مش تخرج عن حد في الاثنين. خط الدفاع محمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد يقتربون من قياده دفاع الزمالك في الموسم الجديد. ناحيه اليمين عمر جابر اللعيب الوحيد اللي في الجبهه حتى الان. ناحيه الشمال محمود بنتاج بعد تعافيه من الاصابه. ثلاثي وسط ملعب من السنه اللي فاتت، دونجا، محمد شحاته، وعبد الله السعيد. يمين عبد الحميد معالي صفقه الزمالك الجديده. شمال تشيكو بنزا ايضا صفقه الزمالك الجديده. وناصر منسي يقترب من قياده خط هجوم الزمالك، الا لو الراجل تفكيره راح لعدي الدباغ، الا لو الراجل راح تفكيره لعدي الدباغ اللي هيكون موجود. بالمناسبه الصفقات كلها في المعسكر باستثناء اللعيب البرازيلي لسه ما جاش. الصفقات كلها في المعسكر باستثناء ايضا احمد ربيع عشان مصاب. غير كده كل اللعيبه مع الراجل في المعسكر في انتظار مباراه جيده للزمالك، في انتظار ظهور جيد للزمالك. عارف ناس يقول لك دونجا لسه في التشكيل، مش عارف مين لسه بيلعب في التشكيل، كلام كتير. احنا مش مطلوب مننا حاليا في الفتره دي غير دعم الفريق ودعم المدير الفني. الناس عملوا شغل في الميركاتو جيد وفقا لامكانيات وبادجت الزمالك. ندخل المعسكر نشتغل نلعب، الصبر ثم الصبر ثم الصبر. لعيبه شباب، لعيبه شباب كتيره في صفقات الزمالك، اعمار اللعيبه تنزل معانا بقى دكه ان شاء الله تفرق معانا. عمرو ناصر معانا، احمد شريف، عدي الدباغ معانا، خيارات في خط او على خط بره هتفرق مع الزمالك ان شاء الله. ربنا يستر والمباراه تعدي على خير والزمالك يحقق اول 3 نقاط في الموسم بكره، وتكون بدايه خير علينا باذن الله. يلا التوقعات، توقعاتكم ايه لمباراه الزمالك وسيراميكا كليوباترا بكره؟ اكتبوا لي في الكومنتات توقعاتكم ايه المباراه، وصاحب التوقع الصحيح هنرد عليه بفيديو بعد المباراه زي ما احنا متعودين دايما. ان شاء الله الزمالك يكسب. احنا بنرفع فيديوهاتنا هنا على التيك توك، وبنرفعها على الفيسبوك صفحه الكوره مع جيمي، وبنرفعها ايضا على اليوتيوب. في انتظاركم في جميع المنصات باذن الله، وان شاء الله تبقى بدايه موسم خير علينا جميعا، ويا رب يا رب انصر الزمالك باذن الله.